حرية، كرامة، عدالة اجتماعية والمساواة الفعلية. حرية، كرامة، عدالة اجتماعية والمساواة الفعلية. وحرية، كرامة، عدالة اجتماعية والمساواة الفعلية. وحرية، كرامة، عدالة اجتماعية. مساواة الفعلية. حرية، كرامة، عدالة اجتماعية. مساواة الفعلية. أنا ما عرفتها رفعتها المرة ما ترفعهاش. صامدون صامدون درب النضال نحن عليه سائرون. وصامدون صامدون درب النضال نحن عليه سائرون. صامدون درب النضال نحن عليه سائرون. وأمصاصي ويا وزير التربية ولا حماد القضية. وأمصاصي يا وزير التربية عجل بالحال ولا حماد القضية. لا سلام لا سلام لا استسلام. المعركة ماضية إلى الأمام. ولا سلام لا سلام لا استسلام. المعركة نضالية إلى الأمام. ويا أمجاد يا رئيس يا وزير التربية اصحاب القرار ولات حماض القضية. وأنقذي يا وزير التربية اصحاب القرار ولات حماض القضية. وصامدون درب النضال نحن عليه سائرون. وصامدون درب النضال نحن عليه سائرون. المديرة عادمة مسؤولية. يا أجلب الحال ولا حماض القضية. المديرة عادمة المسؤولية. أجلب الحال ولا حماض القضية. وصامدون درب النضال نحن عليه سائرون. وصامدون درب النضال نحن عليه سائرون. المديرة يا عديمة مسؤولية. أجلب الحال ولا حماض القضية. المديرة يا عديمة مسؤولية. أجلب الحال ولا حماض القضية. صامدون درب النضال نحن عليه سائرون. صوت المدرسة ينادي بلسانك يا أستاذ. 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 فرحي يا أرض بلادي فرحة غدا وتزيد. 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 أمورنا لازم يكمل تحقيق المطالب. أمورنا لازم يكمل تحقيق المطالب. أمورنا لازم يكمل تحقيق المطالب. أمورنا لازم يحكم تحقيق المطالب. صوت المدرسة ينادي بلسانك يا أستاذ.
صوت المدرسة ينادي بلسانك يا أستاذ. صوت المدرسة ينادي بلسانك يا أستاذ. صوت المدرسة ينادي بلسانك يا أستاذ. وفرحي أرض بلادي وفرحي أرض بلادي فرحة غدا وتزيد. فرحي يا أرض بلادي فرحة غدا وتزيد. وموردنا لازم يكمل تحقيق المطالب. موردنا لازم يكمل تحقيق المطالب. أستاذ 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 ناصر. أستاذ 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 مناضل. وسجل يا تاريخ صمود الشغيلة. وسجل يا تاريخ صمود الشغيلة. وسجل يا تاريخ صمود الشغيلة. وسجل يا تاريخ تاع الشوف المديرة. وسجل يا تاريخ صمود الشغيلة. وسجل يا تاريخ تاع النوت المديرة. وسجل يا تاريخ صمود وسجل يا تاريخ تاع النوت المديرة. الله يبليك بحب الشعب تا تلبس الدربالة. عاودوا غير معايا. الله يبليك بحب الشعب تا تلبس الدربالة. الله يبليك بحب الشعب تا تلبس الدربالة. دربالة الكادشة ما يلبسها من والو. دربالة الكادشة ما يلبسها من والو. الله يبليك بحب الشعب تا تلبس الدربالة. الله يبليك بحب الشعب تا تلبس الدربالة. دربالة السيدتين ما يلبسها من والو. دربالة السيدتين ما يلبسها من والو. الله يبليك بحب الشعب تا تلبس الدربالة. الله يبليك بحب الشعب تا تلبس الدربالة. دربالة السيدتين ما يلبسها من والو. دربالة السيدتين ما يلبسها من والو. واش ما تفهمشي؟ واش ما تفهمشي؟ واش ما تفهمشي؟ واش ما تفهمشي؟ ارحل يعني امشي. ارحل يعني امشي. امشي يعني برا. امشي يعني برا. برا يعني ديكاش. برا يعني ديكاش. ديكاش يعني امشي. ديكاش يعني امشي. واش ما تفهمشي؟ واش ما تفهمشي؟ واش ما تفهمشي؟ واش ما تفهمشي؟ ارحل يعني امشي. ارحل يعني امشي. امشي يعني ديكاش. امشي يعني ديكاش. ديكاش يعني برا. ديكاش يعني برا. واش ما تفهمشي؟ واش ما تفهمشي؟ واش ما تفهمشي؟ واش ما تفهمشي؟ ارحل يعني امشي. ارحل يعني امشي. امشي يعني ديكاش. امشي يعني ديكاش. ديكاش يعني برا. ديكاش يعني برا. برا يعني امشي. برا يعني امشي. واش ما تفهمشي؟ يا نساء ويا رجال. يا نساء ويا رجال. يا نساء ويا رجال. يا نساء ويا رجال. تحدوا في النظام. تحدوا في النظام. تحدوا في النظام. تحدوا في النظام. المدرسة العمومية. المدرسة العمومية. ويا نساء ويا رجال تحدوا في النظام. المدرسة العمومية. ويا نساء ويا رجال تحدوا في النظام. هي أساس التنمية. ويا نساء ويا رجال تحدوا في النظام. العمومية. هي أساس التنمية. ويا نساء يا رجال في النظام. المدرسة العمومية هي أساس التنمية. المغرب المغرب والمغرب المغرب. المغرب بقرة والمغرب بقرة. حلبوها السفارة. حلبوها والمغرب. والمغرب.
المستمر حي صمود السيدتين حي النضال المستشر صمود السيدتين حي النضال المنتشر صمود السيدتين حي النضال المنتشر كنا ويازلنا على درب النضال المستمر كنا ولا زلنا على درب النضال المستمر كنا ولا زلنا على درب النضال المستمر كنا ولا زلنا على درب النضال المستمر طال الزمان لابد يوم ننتصر سننتصر طال الزمان لابد يوم ننتصر سننتصر نحن وإن طال الزمن لابد يوم ننتصر نحن وإن طال الزمن لابد يوم ننتصر كل القيود الظالمة لابد يوم تنكسر ستنكسر كل القيود الظالمة لابد يوم تنكسر ستنكسر كل القيود الظالمة كل القيود الظالمة كل القيود الظالمة لابد يوم تنكسر المزيدين والمصطفين هما رمز التحرير البوزيدي والمصطفى هما رمز التحرير البوزيدي والمصطفى هما رمز التحرير تعال يا عمر المدينة المنتظر تعال يا عمر المدينة المنتظر حرية كرامة عدالة اجتماعية حرية كرامة عدالة اجتماعية حرية كرامة عدالة اجتماعية حرية كرامة عدالة اجتماعية كرامة عدالة اجتماعية وحرية كرامة عدالة اجتماعية وحرية كرامة عدالة اجتماعية حرية كرامة عدالة اجتماعية وحرية كرامة عدالة اجتماعية ملعون من يخون العهد ملعون حليف الإدارة ملعون حليف الإدارة ملعون حليف الإدارة ملعون حليف البوليس ملعون حليف البوليس ملعون حليف الإدارة
الكاداشية وتحية نضالية المدرسة العمومية والمدرسة العمومية وتحية نضالية الجماهير الشعبية والجماهير الشعبية وتحية نضالية الجماهير الشعبية إذا الشعب يوما أراد الحق عايش العيشة مقهورة عايش العيشة مقهورة عايش العيشة مقهورة عايش العيشة مقهورة وصفات وجوج بحارة عايش العيشة مقهورة وصفات وجوج بحارة عايش العيشة مقهورة وصفات وجوج بحارة وصفات وجوج بحورة عايش العيشة مقهورة وصفات وجوج بحورة عايش العيشة مقهورة وصفات وجوج بحورة عايش العيشة مقهورة وصفات وجوج بحورة زيرو الحكومة المغربية، زيرو وزارة التعليمية، الحكومة المغربية زيرو الحكومة المغربية، زيرو الوزارة التعليمية، زيرو المغربية زيرو زيرو المديرة الإقليمية، زيرو المديرة الإقليمية، زيرو المديرة الإقليمية زيرو زيرو الحكومة المغربية، زيرو الوزارة التعليمية، الحكومة المغربية زيرو وزارة التعليمية أمزازي مالك مخلوع، اضرب حق مشروع أمزازي مالك مخلوع، اضرب حق مشروع وأمزازي مالك مخلوع. اضرب حق مشروع. الإخوة والأخوات، مناظرو ومناظرات النقابة الوطنية للتعليم المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل باسم المكتب الإقليمي للنقابة الوطنية للتعليم لا سي دي تي بالناظور، نحيي كل الفروع بالإقليم، نحيي جميع المكاتب المحلية من كل العروي، زايو، سلوان، راس الماء والقرية، زغنغان، فرخانة، بني نصار والناظور. باسمكم جميعا كذلك نحيي الأخ عضو المكتب الوطني الأخ والرفيق محمد الصلحيوي الذي يحضر معنا في هذه الوقفة الاحتجاجية. الإخوة والأخوات، اليوم على المستوى الوطني لبت الشغيلة التعليمية نداء النقابة الوطنية للتعليم المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل. هذا النداء الذي تطرقنا فيه إلى العديد من النقاط، نداء الإضراب الوطني يوم 1 و2 دجنبير مصحوبا بوقفات احتجاجية في جميع أقاليم المملكة المغربية ابتداء من الساعة 11 صباحا. هذه اللحظة التاريخية التي نعيشها اليوم، وفي هذه اللحظة بالذات يعيشها جميع مناضلي ومناضلات النقابة الوطنية للتعليم على مستوى ربوع الوطن. اليوم 1 دجنبير تاريخ مفصلي في الحركة النقابية التي هي مع الشغيلة التعليمية أو التي تعرفونها جيدا. نداء النقابة الوطنية للتعليم الذي يحتوي على أسباب الاحتجاج ديال الحركة النقابية بالمغرب وبمقدمتها بطبيعة الحال النقابة الوطنية للتعليم هي كثيرة جدا. أولا باش تكونوا عارفين الإخوة والأخوات أن وزارة التربية الوطنية والحكومة المغربية أغلقت باب الحوار في وجه الحركات النقابية بالمغرب. فعلى المستوى القطاعي فمنذ 21 يناير آخر لقاء كانت النقابات التمثيلية، النقابات الست اللي عندها التمثيلية مع السيد وزير التربية الوطنية، وفي هذا اللقاء تم التداول
حول جميع ملفات نساء ورجال التعليم هي 23 ملف، وفي مقدمتها ضرورة إخراج نظام أساسي عادل ومحفز وموحد لجميع الفئات. في هذا اللقاء تم التوافق حول إصدار 4 مراسيم: مرسوم الذي يتعلق بالتوجيه والتخطيط، ومرسوم الذي يتعلق بالإدارة التربوية إسنادا ومسلكا، ومرسوم الذي يتعلق بالذين كلفوا خارج إطارهم الأصلي، ورابع مشروع مرسوم يتعلق بحامل الشواهد العليا. فاللقاء ديال 21 يناير 2020، ولكن مع الأسف الشديد بقي اللقاء كما كان ولم يتم تفعيل أي نقطة من هذه النقط ال4. كنا نعتقد أن الوزارة ستفعل هذه المشاريع المراسيم ال4 في أفق تنفيذ ما تبقى من النقط الأخرى المتمثلة في 19 نقطة، وأهمها هذه النقطة وهي ضرورة إدماج الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد في النظام الأساسي للوظيفة العمومية، لأن هذا الملف ديال الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد موقفنا واضح كما قال الكاتب العام للنقابة الوطنية للتعليم الأخلاقي: بدون لف ولا دوران حل مشكل ديال الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد يبدأ بإدماجهم في الوظيفة العمومية. صارنا في النقاط الأخرى ديال 19 نقطة من النقاط مهمة، وهو إخراج درجة جديدة بالنسبة للمقصيين والمقصيات من خارج السلام. الإخوة والأخوات تكونوا عارفين بأن الفئة الأكثر تضررا ديال المقصيين والمقصيات من خارج السلام على المستوى الوطني تمثل الثلثين بالنسبة للأسرة ديال التعليم. العدد ديالها هي 180,000 ديال النساء ورجال التعليم مقصيين من خارج السلام، فيهم أساتذة التعليم الابتدائي، فيهم الإعدادي، فيهم الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد لا اللي في الثانوي ولا اللي في الإعدادي، منهم ملحق التربويين وملحق الإدارة والاقتصاد، وقس على ذلك من الفئات الأخرى. وبالتالي لا يعقل أن الموظف يبقى في السلم 11 لمدة تزيد عن 30 سنة وهم يتحدثون عن المردودية ويتحدثون عن النتائج الإيجابية إلى غير ذلك. بالوحدة والتضامن اللي بغينا يكون يكون، بالوحدة والتضامن اللي بغينا يكون يكون، بالوحدة والتضامن اللي بغينا يكون يكون، بالوحدة والتضامن اللي بغينا يكون. هم المسألة الأخرى اللي كنعيشوها على المستوى الوطني. كنا كنعتقدوا أن في المغرب كاين شوية ديال ما يسمى التنمية إلى غير ذلك، وما يسمى بالحكومة ديال التناوب، وجاو هاد الكوارث اللي كاينين دابا حاليا ولا اللي قبلهم من 2011 والطبقة العاملة كتاكل العصا، وفي مقدمتها نساء ورجال التعليم. يعني مجموعة ديال التراجعات، مجموعة ديال القرارات الارتجالية، مجموعة القرارات الانفرادية، تمديد ديال التقاعد، إخراج هذه المصيبة ديال التعاقد، ثم قانون الإطار 1751، قانون الإضرار، قانون النقابات، وآخرها مراسلة وزير التربية الوطنية المتعلقة بمصادرة حقي الإضراب والترقية. واش الخوت يقولوا لي عطيوني شي دولة في العالم اللي الموظف ديالها كيتعاقب 2 ديال المرات، كيدار الإضراب وكيتقتطع له يوم ديال الإضراب؟ وإن كان الإضراب حقا دستوريا لن نتنازل عليه مهما كلفنا من ثمن. وكيجي هذا الوزير ديال التربية الوطنية الذي لا علاقة له بالمسؤولية نهائيا لا من قريب ولا من بعيد، وكيدير مذكرة وكيتم خصم النقاط حول المشكل ديال الترقية. وبالمناسبة وعلى ذكر الترقية درنا له مراسلة باسم المكتب الوطني من أجل سحب هذه المراسلة، لأنه لا تخدم مصلحة البلاد لا من قريب ولا من بعيد. طرح المشكل داخل مجلس مستشارين من طرف الرفاق ديالنا ديال مجلس مستشارين ديال الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، خرجنا لهم كنحتشوا نهار 1 و2 وخارجين فين ما خرج الوزير خارجين معاه. نهار 12 دوشنبه يوم السبت غادي يكون في كرسيف، وحنا نازلين كنقابة وطنية للتعليم نحتج على قراراته الارتجالية، نحتج على قراراته الانفرادية. بالمناسبة في القضية ديال الترقية هناك معارك كثيرة، وهي المعركة التي تخوضها النقابة الوطنية للتعليم اليوم على المستوى الوطني، وتخوضها النقابة الوطنية للتعليم ببوعرفة. الإخوان ديالكم كيحتشوا وصامتين بالنيابة ديال بوعرفة اليوم 11 يوم، الثلج عليهم، البرد فيهم، الجوع، الأمراض، وقس على ذلك. نحييهم من الناظور
نفس العملية تمت في اعتصامات جزئية بكل من توريد وجرادة وبركان في هذه اللحظة. وكونوا على يقين أن النقابة الوطنية للتعليم على المستوى الإقليمي ديال الناظور ستنحو نفس المنحى، وهو الدخول في أشكال نضالية غير مسبوقة، أولا احتجاجا على ما يقع على المستوى الوطني، ثم ما يقع على المستوى ديال المديرية ديال الإقليم ديال الناظور. في المناسبة كذلك اليوم الإخوان ديالكم أعضاء المكتب الشهوي للنقابة الوطنية للتعليم بصدد رحيلهم إلى الأكاديمية من أجل الاعتصام غدا ابتداء من الساعة 4 مساء، لا لشيء إلا للدفاع عن المدرسة العمومية. ولبي أقول للإخوة والأخوات نداء النقابة الوطنية للتعليم على المستوى ديال الجهة الشرقية. هناك وقفات احتجاجية غدا على المستوى ديال المديرية لدعم يا إخواننا الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد، حيث تبدأ معركتهم على الساعة 11 صباحا بباب سيدي عبد الوهاب. باسم المكتب الإقليمي نحيي كل الشكلة التعليمية التي لبت نداء النقابة الوطنية للتعليم. الإخوة والأخوات مناضلو ومناضلات النقابة الوطنية للتعليم، لاحظوا الساحة اليوم على المستوى الوطني، من يتحرك، من يناضل، من يحتج، إنها النقابة الوطنية للتعليم المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشؤون. راسي وراسي مرفوع، نمشي للمديار، كداشي وراسي مرفوع، نمشي للمديار، وكداشي وراسي مرفوع، نمشي للمديار، وكداشي وراسي مرفوع، نمشي للمديار، وكداشي وراسي مرفوع، نمشي للمديار، كداشي وراسي مرفوع، نمشي للمديار، كداشي وراسي مرفوع. الإخوة والأخوات مناضلو ومناضلات النقابة الوطنية للتعليم، راه ما حد حنا في هذه البلاد هذه وكنعيشوا مجموعة ديال التراجعات ومجموعة ديال القرارات الانفرادية في الوقت اللي كنا كنقولوا أن المغرب كانت فيه واحد شوية ديال البصيص ديال الديمقراطية والحرية من خلال فتح مجموعة ديال الأوراش. ولكن للأسف الشديد راه من سنة 2011 لدابا جوج حكومات متتالية كلها مآسي كما قالت الكونفدرالية الديمقراطية للشؤون. الحكومة الحالية والسابقة هو خطأ تاريخي في السياسة المغربية على المستوى الدولة المغربية. يعني خطأ تاريخي، فاش كنقولوا خطأ تاريخي ديال لا الحكومة السابقة ولا الحالية، كيتبين لنا بأنما ما عندهاش حتى البوصلة، بأنما ما عندهاش حتى السياسة ديال فك ما هو اجتماعي وما هو اقتصادي وما هو ثقافي وقس على ذلك من المشاكل. الإخوة والأخوات راه إلا ما كناش متحدين وإلا ما كناش صامدين ضد هذه القرارات، نكون على يقين أن ما سيأتي سيكون الأسوأ. غادي نوقف على القانون ديال الإطار 1751، قانون ديال الإطار 1751 الذي يدمر المدرسة العمومية، الذي يشجع الخوصصة، بيع المؤسسات التعليمية. رفضناه من داخل الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، رفضناه من داخل النقابة الوطنية للتعليم. لا سيديتي كنا الوحيدين مع النقابة اللي كنا كنسقوا معها اللي درنا وقفات احتجاجية حتى البرلمان. ولكن الآخرين راه خصكم تكونوا عارفين بأنهم كيفتخروا بقانون الإطار 1751. غادي القانون الإطار 1751 بدا كيتفاعل على المستوى الوطني. القضية مثلا ناخذ منه المسألة ديال التعليم عن بعد، باش يكونوا الإخوان والأخوات والآباء والأمهات والتلاميذ والطلبة والفلاحين وغيرهم يكونوا عارفين بأن المسألة ديال التعليم عن بعد ليست مرتبطة بقضية جائحة كوفيد فقط، وإنما هي السياسة ديال الحكومة المغربية في القانون ديال الإطار. راه جابت التعليم عن بعد في المادة 31 باش تحرس الحركات النقابية، باش ما يكونوش الإضرابات. معناه دير انت الإضراب ديال السيمانة ولا 10 أيام والعباد الله غادي يصيفطوا للدار وغادي يقولوا له سير تبع تيبس على مستوى التلفازة. ولكن هاد الناس هادو راه ما عارفينش فينا في بلادنا فيها مجموعة ديال الأسر ما عندهمش التلفازة، فيها مجموعة ديال الأسر ما عندهمش الضوء، مجموعة ديال الأسر ما عندهمش لي طابليت، مجموعة ديال الأسر ما عندهمش كونيكسيون. وبالتالي راه التعليم عن بعد ليس ببديل عن التعليم الحضوري. والأجوبة ديال الآباء وديال الأسر على المستوى الوطني
الدخول المدرسي النهار اللي خيرهم ما بين التعليم الحضوري والتعليم عن البعد. كل المغاربة يختاروا التعليم الحضوري لأنه هو الأساس، لأنه هو الأصل، وهي إجابة صريحة فصيحة لرفض القانون ديال الإطار 1751 من خلال هذا القرار. وبالتالي هذه القرارات، هذه التراجعات الانفرادية من طرف الحكومة المغربية لن تزيد الوضع إلا تأزما، لن تزيد الوضع إلا احتقانا. فكل واحد يتحمل المسؤولية التاريخية في هذا المجتمع المغربي. الإخوان لا يفوتنا في هذه المعركة أن نحيي كل الحركات الاحتجاجية على المستوى الوطني. عباد الله، اعطوني انا غير شي فئه من الفئه ديال التعليم اللي ما عندهاش مشكل، اعطونا فئه وحده من داخل الاسره ديال التعليم ما عندهاش مشكل. جميع الفئات داخل الاسره ديال التعليم تعاني على المستوى ديال مجموعه ديال القرارات. جميع فئات ديال التعليم تعاني من القرارات الارتجاليه للحكومه المغربيه. بالنضال والصمود الحقوق ستعود، وبالنضال والصمود الحقوق ستعود، وبالنضال والصمود الحقوق ستعود، وبالوحدة والتضامن واللي بغيناه يكون يكون، بالوحدة والتضامن اللي بغيناه يكون يكون. الاخوه باش تكونوا عارفين، نرجعوا شويه للجهه ونرجعوا شويه لما هو اقليمي. لاحظوا على المستوى الوطني شكون اللي كيتحاكم، مناضلو ومناضلات ديال الكونفدراليه الديمقراطيه للشغل. لاحظوا على المستوى الوطني من يحتج هم مناضلو ومناضلات النقابه الوطنيه للتعليم لاسيديتي. لاحظوا الان على المستوى ديال الساحه والتحركات على المستوى ديال المؤسسات التعليميه في التواصل اليومي مع نساء ورجال التعليم. حنا في النقابه الوطنيه للتعليم راه ما غاديش نبقاو مكتوفين الايدي، وبالتالي راه هذا الهم والتراجعات وهذه الهجومات ماشي غير وطنيين، راه حتى جهويين. نعطيكم مثال ديال المدير الاقليمي ديال توريرت والهجوم ديالو على المناضلين والمناضلات ديال النقابه الوطنيه للتعليم. راه غادي ندخلوا في اعتصام مفتوح غدا مع الربعه حدا الاكاديميه، وراه ما غاديش نخرجوا من تما راه حتى يردوا لنا الاعتبار ديال الحريات النقابيه باش نهاجموا في القرن 21 ونهجموا على المناضلين والمناضلات ديال النقابه الوطنيه للتعليم. راه مرفوضه جمله وتفسيرا. غادي ندخلوا في اعتصام مفتوح راه حتى يتم رفع المتابعات على المناضلين ديالنا في الجهه الشرقيه وخصوا بالنقابه الوطنيه للتعليم الاخوان ديالنا بالفرع بن طيب. راه غادي يردوا لنا الاعتبار، لان راه ما يمكنش كل من هب ودب مديرين اقليميين كيجيو وكيديروا قرارات ارتجاليه الى غير ذلك. اعود الى هذه المديريه الاقليميه ديال الناظور، منين غادي نبديو في هذه المديريه؟ غيقولوا لي واش من التدبير الاعرج، واش من القرارات الكارثيه؟ ولكن اقول لهم كلمه واحده، ان المكتب الاقليمي للنقابه الوطنيه للتعليم سيتعامل مع هذه المديريه بكل حزم وبكل صرامه وبكل ما اوتينا من قوه. اول شعار غادي نرفعوه من داخل المكتب الاقليمي اللي تم التشديد ديالو نهار الحد 29 نوفمبر هذا الحد التالي، وهو رحيل المديره الاقليميه، لان لا علاقه لها بالتسيير الاداري نهائيا. هذا شعار لا سمراء، راه ماشي ديال عشير، هذا شعار راه ديال النقابه الوطنيه للتعليم على المستوى الاقليمي ديال الناظور. سنرفع شعار الرحيل لان هي رئيسه مصلحه وليست بمديره مكلفه. وسنعود هذا صوت القواعد، الرحيل الرحيل، هذا صوت القواعد، الرحيل الرحيل، هذا صوت القواعد، الرحيل الرحيل، هذا صوت القواعد. ارحل يعني امشي، ارحل يعني امشي، ارحل يعني دقيقة، ارحل يعني حنا ما عرفناش وغادي نقولها بكل جرأة. هذا الاقليم ديال الناظور لما نتابع الى تابعت شي دوله سميتها الدوله المغربيه والمملكه المغربيه، راه حنا كاع مغاربه، راه حتى حنا اقليم من بين 82 اقليم اللي عندنا، راه لا يعقل العام الرابع ولا حنا داخل الخامس وحنا بلا مدير اقليمي. ما معنى بدون مدير اقليمي؟ يعني راه في حد ذاتها اهانه ديال وزاره التربيه الوطنيه لكل نساء ورجال التعليم، بل اكثر من هذا
الاقليميه هي دابا تقريبا عامين او ثلاثه، واللي قبلها كان عامين او ثلاثه الناصري، راه ما معقولاش الخوت، راه ما معقولاش. هذه اهانه للاباء، للتلاميذ، للطلبه، لكل ابناء الاقليم على المستوى ديال اقليم الناظور. اذا كنا حنا على المستوى ديال اقليم الناظور تابعين هذه الدوله يعطيو لنا نائب رسمي، عفوا يعطيو لنا مدير رسمي، بعد حتى الا تحتكيتي معاه ودرتي اعتصام مفتوح كيكون بعد عندك شويه ديال القرار جرير. دابا مكلفه وغير معقول نهائيا ان الواحد يتعامل مع مدير او مديره مكلفه وتقريبا دابا داخله السن 5. نعم تتبعنا هذا المثل بشكل دقيق ومع السيد مدير الاكاديميه، ولكن مع الاسف كلما تم اقتراح الخوض ورا 6 المرات والناس كتفوت وكاين اطر كفء فوتت ومشات تدوليس، ولكن مع الاسف الشديد حسابات سياسيه او حسابات سياسويه ديال وزير التربيه الوطنيه لا اللي هذا ولا اللي قبله يتم رفض الملف. وبالتالي حنا ما كيهمناش اكس ولا ايكغيك زايد ولا عمر، كيهمنا مدير اقليمي يجب ان يكون رسميا حتى نعرف كيف نتعامل مع هذه. يعني امشي والمكلفه تمشي، يعني امشي والمكلفه تمشي، قبل ما نختم باسم المكتب الاقليمي للنقابه الوطنيه للتعليم كنحيي جميع المناضلين والمناضلات اللي حاضرين معنا في هذه المعركه البطوليه اليوم رغم الامطار، والامطار ما هي الا فرحه بهذه الحركات الاحتجاجيه، وحتى الطبيعه راه كتضامن معنا بواحد الشكل قوي. راه الشتا ما شفناهاش من زمان، كنا كنشوفوا غير الاعجاج والمصيبه تحلى اليوم الحمد لله راه نشطه. قبل ما نختم الاخوان نوجدوا راسنا واخص بالذكر اعضاء المجلس الاقليمي ديال 8 المكاتب المحليه، ونوجدوا راسنا لجميع المعارك المفتوحه على كل الاحتمالات. اقول ان معركه النقابه الوطنيه للتعليم مفتوحه على كل الاحتمالات، وكما قال الاخ الصحيوي راه وحده قريبه جدا ستكون خلال الايام القليله القادمه. راه ما غاديش نبقاو مكتوفي الايدي، يقتطعوا يهبطوا الترقيه يحبسونا ضرب فينا البرد الشتاء العجاج، راه لا يهمنا هذا لا من بعيد ولا من قريب. وبالتالي نوجهوا راسنا ما بقيتيش كتخلع وما بقيتيش كتخلع وما بقيتيش باش نكمل كنسمحوا في حقنا كمناضلين ولا كالاسره ديال التعليم ونساء ورجال التعليم، ولكن المساله التي تتعلق بالحريات النقابيه والمساله الاخرى اللي كتتعلق بكرامه النساء ورجال التعليم، وغادي نقولها ونكررها، مهما كان من نساء ورجال التعليم سواء كان ينتمي للنقابه الوطنيه للتعليم لا سيديتي او ينتمي للنقابات الاخرى او لا ينتمي لاي نقابه، شي واحد ولا شي وحده في هذا الاقليم اللي كيتعرض لاهانه من اين كان بالمديره او رئيس المصلحه او ما نعرف قبل نقول شي حاجه اخرى كما كانت الدعوه ديالو، حنا في النقابه الوطنيه للتعليم موجودين معكم لا اقليميا ولا شهويا ولا وطنيا. وهذا العبد الضعيف احساسات تؤشيش النضالات اعتقالات استفزازات تؤشيش النضالات قلت وهذا العبد الضعيف اللي حداكم راه اول واحد الكاشه والوساده والملطه اقسم لكم بالله الا راهم في الطوموبيل ننزلهم ونعتصم معاهم هنا ونباتوا هنا، لان الكرامه ديال النساء ورجال التعليم راه خط احمر كيتونا في الترقيه، كيتونا في مصيبه النظام الاساسي. وراه صاحبي ما باقي غير كرامتنا تديوها لنا، كيخرجوا شي وحدين من هذه المديريه وكانما والله سيدي لا ملكيون اكثر من الملك، والله سيدي لا فايتين الوزير، وراه كتطلع الكوميسيريه وكيقول لك استاذ تفضل، راه كتمشي للكوميسيريه وكتمشي للجدربيه وكيقول لك استاذ تفضل شنو بغيت. شوفوا البيبان بالعيد حيد استاذ الله يرحمك واحد الدقيقه استاذتي واحد الدقيقه
شوف البيبان بالليل ادخل دايرين بحال السجن. لا يدخل شي واحد رجل التعليم دابا على المديريه ها هو البيبان بالله الا بحال السجن. كتمشي بالليل تسترجم دايرين بحال الحبسيه. هذا التعامل ديال المديريه. ورب بالله وقسما بدم الشهداء لن نتنازل حق. ما كايناش شي مديريه في المغرب اللي دايره هذا بروتوكول صحي. هذا المصيبه الكحله هذا. ولكن شوف اقسم لكم بدماء الشهداء اننا في النقابه الوطنيه للتعليم سنتصدى لهم بالمرصاد. وراه عندنا لقاء مع مديريه الاكاديميه مع الربعه دابا راه من النظر الوجده. وهذه جوج اللعبه رقم 1 وتوريد 2 وبن طيب 3 وابو عرف 4 راه ما خرجيش من تما حتى يفك معنا هذا الحرير هذا. واش حنا في مدير واش الأستاذ لا يهان يسعر يا جبان والأستاذ لا يهان يسعر يا جبان والأستاذ لا يهان. دابا نمشيو لمشاهدة السكنى ولا نخدموا لا كارت ناسيونال ونمشيو للكوميسيونيه هنا باش ما ناخذش هنا المدن الامور عاديه. الناس دايره لاكو غاديه قدام الجو سادين. هذه وزاره التعليم والتربيه الوطنيه عباد الله. واش كاين شي مسؤولين في هذا البلاد ولا ما كاينش؟ واش كاين اللي فيهم شويه ديال الانسانيه ولا ما كاينش؟ واش رجل التعليم يجي على مصلحته يجي تسترجعوا عباد الله؟ بالله يا لو كان ما كانش عندنا لقاء مع مدير الاكاديميه اليوم على 4 العشيه اقسم لكم بالله ما نخرج منها انا شخصيا حتى مثلا راه اهانه لينا. حنا نجي نقضيو مصالح ديال النساء ورجال التعليم والحركه النقابيه ما نعرف فين راها ويجي تمشي تسترجم عباد الله. يقول لك لا ما استقبلتش النقابات. الا كنت انت اللي كتصدق عليا السيد رئيس المصلحه ديال الموارد البشريه المكلف راه ما كتصدقيش عليا. هذا حق دستوري جبناه بنظافاتنا. هذه حركه نقابيه. راه الملك النهار اللي كيكون مشاكل كبرى في البلاد كيعيط للنقابات والملف ديال الصحراء راه خير دليل على ذلك. وبالمناسبه كنحييو القوات المساعده والجميع اللي داروا مجهود على مستوى التحرير ديال المنطقه ديال الكركرات. هذا حقنا عباد الله. راه حنا مغاربه كما قال الاخ الراقي. واش كل واحد فينا كيبقى يفكر يا خويا هاد البلاد؟ حنا ما خاويينش، حنا ما غاديينش، حنا ما خارجينش. جالسين هنا ودايرين مسمار 10 كرامتنا عباد الله. احنا واش هذه مديريه ديال التعليم؟ ولكن نعدكم نختم تحيه غادي نختم. كان وعدكم اننا سنكون بالمرصاد لهذه المديريه. راه واخا ننزلوا الجهات كامله هنا كما نزلناها في تاوريد كما نزلناها في بن طيب غادي نرجعوا لهذه المديريه ونتحاسبوا معهم مزيان. راه 20 عام هذا العرض ضعيف والنقابه الوطنيه للتعليم هادو ما عمري شفت انا هذه المصيبه الكحله ديال هاد التعاملات هادو. احنا واجدين في الساحه واللي تان حنا موجودين واللي عنده مشكل موجودين واللي تستافز حنا موجودين. نحييكم نطالب بنصف النقابه الوطنيه للتعليم. وهذا نداء الاخير وهو اطلاق سراح كافه المعتقلين السياسيين ومقدمتهم بطبيعه الحال ديال الحسيمه وشرده وبن جديد وغيرهم واسقاط كل المتابعات السياسيه وديال الراي العام وديال الفيسبوك على المناضلين. ودمتم للنضال ودام النضال لكم وتحيه نضاليه. يعني اخوه والاخوات كيطلبوا منكم تجيو عند الباب ديروا شي صوره جماعيه. اديروا تروحوا المختار تاع الاعتصام ما تروحوش. انا جي تعيبوا بركان وبركان احسن بكم.